على الونش ها؟ بقول لك يا ابو السيد، اطلع لي كده بالريموت وارجع لي بقى صلنسيه بالراحه كده عشان نراهن على نمله القمر ده. فخر، وقت الرهان خلص خلاص، ابدأ اللعب. ماشي يا باشا. بقول لك يا فخر، انت ما راهنتش ليه؟ يا باشا انا مراهن ب 300 جنيه بس. على مين؟ على نمله. يا ابني كله مراهن على الونش. يا باشا ما هو نمله، هراهن عليه بايه يعني؟ ده كويس اني ما راهنتش بسكر. براحتك. ايش يا باشا؟ ها؟ راهنت بكل الفلوس يا فخر؟ راهنت بكل الفلوس؟ ده انا راهنت بكل الهدوم على نمله. بقول لك ايه، هاتي ساعتك دي. لا مالكش دعوه بساعتي، ما ممكن نمله يخسر. يخسر؟ انت غبيه يا بنتي، ما لسه كسبان قدامنا دلوقتي. مش ضمني، ممكن يتصاب. يتصاب؟ لا ما تخافيش، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيد، عادتها بغبائك. ايوه يا نمله، ايوه. معانا كام دلوقتي؟ معانا كتير قوي. ايوه يا نمله، انا فرحان قوي ان فالناتي هترجع، الحمد لله يا رب. انا تعالى على السلامه. استنى 9 10. شوف سيد ورا. يا ترى مين اللي هتكسب؟ هي مش هتلعب بقى؟ لا هي ما بتلعبش، بس تتفرج عليها. قلبي بالراحة بس على الورق، بالراحة بالراحة بالراحة. ما تشجيني كده يا مرات اخويا وتقولي لي كده لمينا كام؟ 3,645,400 جنيه. اللهم صل على النبي. قلت لكم الفلوس هتنزل على دماغنا زي الرز، وده اولها. طيب بما ان خير ربنا كتير، انا بقى هاخد ال 200 جنيه دول اروح اشتري كرافته. خد 400، شبرق نفسك. شكرا يا ريتاج. تعالى 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 تعالى، انت هتاخد ايه؟ ما خلاص ريتاج ادتني 400 جنيه. لا يا حمار، دي بتشتغلك، يعني كل دول 400 جنيه، يعني دي لوحدها 200 جنيه. طب تبص وشي وظهر بس على الورق، والرزم اللي في النص دي ملهاش لازمه. مش عايزين هبل، الفلوس دي للفرجه بس، محدش حتى يلمسها، عشان لما نوديها للسحاوي نخلص من قصته خالص. انا كل ما افتكر ان الفلوس دي رايحه للسحاوي بتنكد.
ما تبقاش بومه بقى يا سيد، ما احنا هنرجع الفلوس عشان نسد ديوننا. ولا اقول لكم ما تيجي نحلق للسحاوي وناخد الفلوس دي كلها وناخدها. لا خدها. بس كفايه، احنا كل ما بننجز حاجه بتتطربق فوق دماغنا. صحوا النوم يا حلوين. معلم ناصر، ايه الطريقه البلدي دي؟ سامحني انا اسف. خير في ايه يا معلم؟ انت اللي هتقول لي فيه ايه. طب نستأذن احنا بقى عشان تكملوا كلامكم. محدش هيتحرك من مكانه قبل ما اعرف عملتوها ازاي. انت عايز تاخدنا في دوكه؟ انت اللي هتقول لنا عملتها ازاي. ايه دي؟ السكسوكه دي ازاي بتخليها تطلع من هنا بس والجناب لا؟ لا ما انا هقول لك، ما اصل دي ليها طريقه. لما انت بتكبس بالحلق كده فبقول لك يا فخر العرب اخلص وقولوا لي عملتوها ازاي. انتوا كنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل ما اللعب يبدا. احنا؟ ايه ده؟ مستحيل، ما اللعب كان قدامك يا حاج وكله كان على عينك يا تاجر. ما هو ده اللي هيجنني وجاي عشان اعرفه. وفكروا كويس قبل ما تجاوبوا عشان لو حورتوا هتموتوا. ماشي، انا هقول لك بس على شرط تخلي سيد يجاوب اخر واحد. ماشي. لا بقى انا اللي هقول. ايه ده؟ تعمل ايه يالا؟ اثبت! لا اثبت انت. اثبت يالا! اثبت انت. نزل سلاح! نزل السلاح انت الاول. بقول لك نزل سلاحك! سلاح ايه بس يا معلم؟ ده عيل عبيط مخه على قده، ده بيهددك بلعبه. مش ده اللي فيه الليزر؟ لا مش ليزر اللي هو بيجي على الوش عشان ما يصدهاش. يا عم، هو انت شريف اكرامي؟ يا حمار انت ايه اللي خلاك تطلع الريموت وتشيله جوه؟ هتكشف سرنا يا غبي. انا هرجع بالريموت ده دلوقتي حالا. عايزين تركبوا معايا الريموت اهلا وسهلا، مش عايزين انا هرجع لوحدي. صحوا النوم يا حلوين. ايه ده؟ انا مش فاهم اللي بيحصل خالص. انت مش فاهم اللي بيحصل خالص؟ انا مش فاهم الحلقه دي كلها. يا جماعه احنا مغمى علينا بقالنا اكتر من ساعه، والبتاع ده ما بيرجعش اكتر من ساعه، فاحنا لابسين الراجل ده لابسين. بقول لكم ايه؟ فككم من الحوارات دي. انتوا كنتوا بتغشوا وكنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل اللعب ما يبدا، فتقولوا لي عملتوها ازاي وفكروا قبل ما تقولوا عشان لو حورتوا هتموتوا. لا بقى انت زهقتنا. طب مش هنقول حاجه ومش هتعرف تعمل معانا حاجه. انا لقيت الريموت في عربيه فخر كان واقع من كائن الفضاء. اسكت يا ابني، كان فضاء ايه يا باشا؟ ده الواد ده دماغه تعبانه زي ما قلت لك. انا كده هضطر اقول لحضرتك الحقيقه، لا خبيتها جوايا سنين طويله. سيد ده كان بركه من صغره، كان طفل غير كل الاطفال، بيلاقي الخير في اي مشوار، بيسرح شعره من غير سشوار، وما بيعملش اي حوار. وفي يوم في الشتاء اكتشفنا الموضوع ده. ازاي؟ ازاي؟ لا قول لي ازاي زي كده. اخلص. حاضر. في ليلة في الشتاء واحنا قاعدين في عشتنا الصغيرة الفقيرة، برق ورعد وتلج وريح ودنيا برا مجنونة، تلج مجمد ما بيسيح، عملنا سكر بليمونة. تشرب حاجة يا باشا؟ يا سيدي اخلص. مش أنا آسف، أنا آسف. في الليلة دي كنت قاعد جنب سيد، ولا بيا ولا عليا، قمت عاطس. قام سيد بصلي وعينيه نورت وقال لي انت عندك برد. انا انجعصت، ما صدقتش اللي بيحصل. خدت ديلي في اسناني وجريت على الدكتور بسرعه. قال لي انت ازاي ساكت على نفسك كده يا متخلف؟ انت عندك برد مبهدلك. وقام كاتب لي كونجستال. انت بتحور يا فخر، والكلام اللي بتقوله ده كله فاكس وما يدخلش دماغي، واصدقه ازاي؟ يا باشا انا هشتغلك ليه؟ انت هتشغلني لا مؤاخذه. لا يا بيبتي اشتغلني، انا مش عبيط. لا يا عم اسمع بس. بقول لك يا فخر العرب عيب تكذب، انت فخر العرب. الله، ثانية واحدة. الو يا حماتي، انا مش قلت ما تكلمنيش مليون مرة وانا في الشغل؟ ايه؟ مراتي هتولد ازاي؟ دي في السابع. هتجيب بنتي برضو؟ يا ستي سميها زي الاولانية كان اسمها ايه؟ سميحة؟ سمي دي سميحة، وما تكلمنيش وانا في الشغل تاني. انا اصدق الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ازاي؟
شايف ده؟ انت بتحور يا فخر، وكل الكلام اللي بتقوله ده فاكس، وانا اصدق كلامك ده ازاي؟ انا حسبت لك. حماتك هتكلمك دلوقتي في التليفون حماتي ما بتكلمنيش وانا في الشغل. وهتقول لك ان مراتك بتولد. مراتي في السابع. طب رد شوف مين عشان تسمع الخبر اليقين. يا حماتي فعلا. الو. ايه يا حماتي؟ مراتي هتولد؟ ايوه بس دي في السابع. وهتجيب بنت برضه؟ سميها سميحة زي اختها الاولانية. اسمعي، سميها سميحة. ايوه الاتنين هيبقى اسمهم سميحة. انت مالك انت؟ الله دول بعيال انا. اقفلي. انا اسف يا مولانا، حقك عليا. يعني خلاص سامحتنا وصدقت الاشتغالة؟ اشتغلت ايه؟ ما كنا ماشيين كويس. معلش سامحتك وصدقتك، وانا اللي طالب العفو والسماح. انا بس عدم اللامؤاخذة ليا طلب بسيط. قول طلبك البسيط يا صاحب البدلة الكونكريت. انت من النهارده يا مولانا عدم اللامؤاخذة هتشتغل معايا. اشتغل معاك ايه؟ هتبقى الراجل بتاعي. اتجوزك؟ ما ينفعش، اصل انا متجوز. يا سيدي وانا كمان متجوز. انت من النهارده هتلازمني زي ضله. طب والحل يا جماعه هنعمل ايه؟ انت لو فضلت ملازم الراجل ده زي دول احنا كده مش هنخلص. هنعمل ايه مع السحاوي؟ فخر يا فخر. فخر ايه عايز ايه؟ وانا كل ما هناديلك هتتخلى عليا؟ انت ما بتحبش حد يناديلك خالص يا فخر. لا انا ما بحبكش انت تناديلي. طب خلاص ماشي يا فخر، بس الزق فيا بقى ما وخليك تخافش، ماشي جنبي. انا جنبك اهو. فك نفسك. معاك ولا يا يما نهار اسوح. امن يالا امن. ها امن عشان المجانين دول ممكن يفرتكونا. مش اسمهم مجاذيب مش مجانين؟ خلينا نعدي الليله الزباله دي على خير عشان نخرج من هنا على رجلينا. سيد انت سامع اللي انا سامعه ده يا فخر؟ لا مش سامع حاجه، مفيش حاجه. يلا ما تلبشناش، امشي. انت مش سامع؟ لا مش سامع. يبقى انا اللي بيتندهي لوحدي يا فخر. في حاجه بتقول يا سيد يا سيد، وانا اللي سامعها لوحدي. الندهه بتنده عليا يا فخر. الندهه تنده عليك في العباسيه؟ هو احنا في الارياف؟ يلا استرجل كده ومفيش حاجه. يلا يا يلا. فخر. فخر يا اما دي بتنادي عليا انا كمان. يا سيد يا فخر انا هنا. دي دعاء اختك. دعاء اختك يا فخر مش النداهه. يا جبان يا خواف. خواف مش مهم، انا كان قلبي هيقف. دودو حبيبتي، انت حاطينك في القفص ده ليه؟ حرام عليكم سايبيني هنا كل ده لوحدي. يا دودو والله يا حبيبتي ما نعرف ان انت اتجننتي، ما نعرفش. لا 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 انا مش مجنونه، ما تصدقهمش والنبي يا سيد خرجني من هنا. حاضر يا اختي حاضر، هنخرجها صح؟ هخرجها والله خلاص. بقول لك ايه يالا، تخرج دعاء من هنا بدل والله ما جرح وشك نسايب. لو ما خرجتهاش من هنا هقتلك. الحقني يا فخر يا زفت. استنى هجيب خشبه اشدك بيها. استنى. خشبة ايه؟ انا متكهرب يا فخر. تعالى حوشه. والله العظيم دي لو بلعتك ما هقرب سنتي. انا خايف. خليها تاخد دراعك بالراحه. في ايه؟ يما الحقونا الحقونا يا ناس. معلش يا دكتور، هو حضرتك متاكد ان احنا نقدر نستلمها ونخرج بيها؟ طبعا هي سليمه قدامكم اهي وزي الفل. ما فيهاش حاجه زي الفل. مش اي حاجه ازاي بس يا دكتور؟ دي اكلت صوابع ايدي. ايه ده؟ وريني كده. اهو. ما هم 5 اهم يا ابني. ايه ده، هم مش المفروض 10؟ 10 الاتنين مع بعض. طبعا معلش لا مؤاخذه يا فخر، انا بس عشان والله متوتر. ما توترناش معاك بقى وخلينا نسمع كلام الدكتور. يا اساتذه كل حاجه ولها تفسير علمي. هي ما كانتش بقى لها فتره، فمعناه انه هنا ما شافتكم انتوا كنتوا وحشينها، فحصل اختلاط في المشاعر، الجوع دخل في الاشتياق. طب وده تمام يعني طبيعي؟ طبعا عادي جدا. هتستلموها بس وتمضوا على انكم استلمتوها على مسؤوليتكم عشان انا ما اروحش السجن. احنا مش هنستلم البت دي الا وهي سليمه. هي سليمه قدامك اهي، والنبي خدوها وامشوا بقى. يا دكتور هي سليمه وهاديه عشان انت ظريفها حقنه بنج تهدي طور. وبعدين لا مؤاخذه انت مكتفها ايه؟ ده انت مبرشمها. صحيح فكرتني. ما انت ما تفكهاش غير لما تيجي تستخدمها، هتلاقيها طوع وجميله وزي الفل. مش كده يا دودو؟ نهار اسود. هو انتوا مش هرسانها يا دكتور ولا ايه؟ احنا مش راسينها ولا حاجه. انت عايز تسقينا العناب بقى وناخد البت وهي ملبوسه اصلا. اسكت انت. انا قلت حاجه. ما انت هتقول، انا عارفك. اسكت.
بوسه ايه بس؟ ما تخلونا نتكلم كلام علمي يا جماعه شويه. علمي؟ طب كلمني علمي بقى. البت دي صوتها تخن ليه؟ برد في الحنجره. برد في طب وعينيها بتقلب لفوق ليه لا مؤاخذه؟ برد في القرنيه. يا فخر، يعني انت هتفهم اكتر من الدكتور؟ انت ايش عرفك؟ يمكن اللي بيجي لهم برد بيعملوا كده فعلا. ايش عرفني؟ انت عمرك ما جالك برد يالا؟ وبعدين انت اجمل واحد في العالم، مش خايف تروح بواحده ملبوسه على البيت؟ عشان ناخد الفلوس يا فخر، عشان نخلص من الليله الزفت دي. هي ان شاء الله كده اول ما تفوق من البنك هتشوفني وتشوفك وتشوف ابوها، تقوم مدمعه واخدانا في حضنها وتقول لنا على مكان الفلوس. مش كده يا دودو؟